الشيخ عبد المحسن الأحمد حفظه الله وهو طبيب في المستشفى العسكري في الرياض يقول: أتتني حالة رجل عنده فشل في أحد صمامات القلب، نسأل الله العافية. يقول: فصنعنا العملية ففشلت، صنعناها مرة ثانية فشلت. قال: ثم بعد أيام، اللهم إنا نسألك العافية، قال: أصيب بتضمر في الكبد، ثم فشل في الكليتين، ثم المعدة. يقول: أعوذ بالله، تتابعت عليه الأمراض، ثم الأمعاء الدقيقة، ثم الغليظة، اللهم إنا نسألك العافية. قال: وإذ بالرجل يستيقظ من غيبوبته وأشر لي بيده. قال: فاقتربت. نعم. قال: وأعطاني رقم جوال. يا شيخ، اتصل على هذا الرجل وقل يأتيني. يقول الشيخ: السلام عليكم، أنا فلان من المستشفى العسكري في الرياض، عندنا رجل مريض وحالته خطرة جدا، اسمه فلان ابن فلان ويريدك أنت. يقول: تدرون ماذا رد علي؟ قال: يا شيخ، أسأل الله أن ينتقم منه في الدنيا وفي الآخرة. قال: يا رجل اتق الله، فمن عفا واصلح فاجره على الله. قال: والله إنني أدعو عليه أنا وأولادي منذ 3 سنوات. قال: لماذا؟ قال: جاري اغتصب علي أرضي ظلما وزورا، وأتى بالرجل الذي هو عندك فشهد علي، فأخذت مني أرضي أمام عيني، والله إنني أدعو عليه بهذه الدعوة: اللهم لا تميته حتى تفشل جميع أعضاءه. فاستجاب الله لدعوته. احذر، فالظلم ظلمات، ولا تفلس حسناتك يوم القيامة فأنت في حاجة الله. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها، يا رب العالمين.